السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين نعرف ايه هو دور الموبايل في إدارة المحتوى والإعلان عن المحتوى بتاعنا وانتشار المحتوى بتاعنا، وايه هي انواع المحتوى. اول حاجه هنبدا بانواع المحتوى. زي ما انا ما قلت لكم قبل كده باللغه العاميه، المحتوى ده اللي هو الكونتنت اللي انتوا بتكتبوه، او الصوره اللي انتوا بتعلنوا بيها، او الفيديو اللي احنا بنعلن بيه. يبقى المحتوى انواع عباره عن كتابه، صوره، فيديو. الفيديو ده بقى بيقسم الى فيديو طويل مثلا يوتيوب، كلام طويل على فيسبوك، تويتر، حاجات تغريدة صغننة كده، انستجرام مثلا صورة، الكلام ده كله. مثلا احنا هنشتغل مثلا بفيديو. لو الفيديو ده صغير اللي هو ريلز على الفيسبوك، فانا هكون عايزاه بالطول. لو الفيديو ده انا هعمله على يوتيوب، فانا لازم اخد بالي ان انا اعمله بالعرض. طبعا مش كل الناس عندها حاجات كتيرة كده زي دي، وعندها مثلا يوتيوب وتيك توك وعندها المنصات كلها، بس يعني احنا لازم نبقى عارفين ان المحتوى بيبقى عبارة عن كتابة وصورة وفيديو وحاجات تانية جوه الفيديوهات. وكمان نكون عارفين قد ايه اهمية الموبايل اللي في ايدينا. يعني مش عشان احنا ما عندناش مثلا لابتوب او كمبيوتر فاحنا مش هنقدر نعمل اعلانات، لا بالعكس. او لو احنا ما عندناش لابتوب او كمبيوتر مش هنقدر نعمل مونتاج، لا بالعكس برضو. يعني الحاجات دي بتبقى حلوة جدا في الموبايل، وبالعكس بيبقى اسرع جدا. الموبايل ده سواء كان اندرويد او ايفون، الموبايل ده كنز في ايدك، كنز في ايدك انت كمان. بيكون مثلا في برامج مهمة جدا نقدر نستخدمها، نقدر نشتغل بيها، بتكون كويسة جدا. عرفتكم قبل كده على برامج بدائيات صغننة كده، وهعرفكم برضو على بعض البرامج التانية اللي احنا نقدر نشتغل بيها. يعني مثلا في التصوير، لايت روم ده حلو جدا جدا جدا. عندنا في المونتاج مثلا كاب كات، حلو جدا، تقدري تضيفي عليه اصوات، تقدري تضيفي موسيقى، الكلام ده كله. كاب كات ده يعني ده معظم ال اسمهم بلوجرز هم بيشتغلوا بالكاب كات ده فوق ما تتخيلوا. لو هنشتغل جرافيك بقى وحاجات كده، يبقى كنفا. كنفا ده فظيع فظيع فظيع، تحفة 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 فوق ما تتخيلوا. ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني حلو جدا. مثلا في الستيكرز وكده والحاجات بتاعت الصور، هنستخدم مثلا البيكس ارت. عندنا مثلا في الفويسات والحاجات دي، وان احنا والتسجيلات زي ما يكون عايزين نسجل زي ما يكون في استوديو مثلا، هيبقى فويس ريكورد. زي ما انا ما قلت لكم ان البرامج دي لا تقل اي اهمية عن البرامج اللي على البي سي او على اللابتوب او على الكمبيوتر. لا تقل اي اهمية خالص نهائي. فانا عايزاكم يعني وانتوا بتعملوا المحتوى بتاعكم، او انتوا بتتكلموا عنه، او انتوا بتشتغلوا عليه، لازم تكونوا حاطين في الاهمية انه الحاجات دي مش محتاجة ادوات كبيرة جدا، ولا محتاجة مجهود، ولا محتاجة طاقة، ولا محتاجة حاجة. هي كل اللي محتاجاه الاصرار والعزيمة والطاقة الايجابية فقط. مش محتاجة منكم بقى ان انتوا تقعدوا تقولوا ده انا هصرف كذا وانا هجيب كذا وهعمل كذا وكل ده وانا هجيب منين ومش عارفة ايه. طب هما بيكتبوا الكونتنت ده ازاي وبيكتبوا المحتوى ده بيتعمل ازاي، وانا ما اعرفش اي حاجة، لا افقه شيئا عن اي حاجة. انا محتاجة حد يساعدني. في الاول هتكوني مش عارفة استخدام البرامج، عادي ادخلي على اليوتيوب او اسالي اي حد او اساليني او كده، هتعرفي هي بتستخدم ازاي. انا والله العظيم كنت زيكم كده، ولا بعرف اعمل حاجه
لحد لسه من قريب كده ابتديت ان انا اعرف اعمل صور واعمل حاجات واشتغل على الحاجات دي. بس تعبت كتير على ما اتعلمت الحاجات دي، لان انا كنت مصرة ان انا ابقى حد بروفيشنال فيها يعني، وبعرف اعمل فيديوهات بفويس اوفر، وبعرف اعمل حاجات كتيرة جدا ما شاء الله تبارك الله حلوة جدا. انا ذات نفسي بقيت معجبة بنفسي في الحاجات دي جدا جدا يعني. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد، انه اللي عنده اصرار وعزيمة بيوصل للي هو محتاجه على طول يعني. فما تقلقوش ان شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل وكل حاجة تبقى تمام. اهم حاجة وانتوا بتكتبوا المحتوى، الفيسبوك بياخد المقالات الطويلة عادي، بياخد الكتابة كتير، بس تكوني مقسماها على 3 اجزاء. يعني الجزء الاول مثلا مقدمة عن الحاجة اللي انت عايزاها، بعد كده احنا اصلا هنشتري المنتج ده ليه، والتعريف بتاع المنتج ايه، واحنا هنعمل كذا عشان كذا، عشان انت هتستفاد بكذا. لازم العميل يكون بيستفاد من اللي انت بتقدميه عشان يقدر يكمل معاكي للاخر ويفضل مكمل ويسمع القصة بتاعتك للاخر. والصورة طبعا تكون جذابة بقدر المستطاع زي ما قلت لكم، لازم تكون جذابة وتشد جدا العميل علشان يقدر يدخل ويتكلم على المنتج اللي هو محتاجه، ويقدر يستفسر منك عن المنتج اللي هو محتاجه. تمام تمام، حلو قوي حلو قوي. اتكلمنا كده عن ان الموبايل ليه دور مهم جدا وليه اهمية مهمة جدا، وان الموبايل لا يقل اهمية عن البي سي اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب. واتكلمنا على انواع المحتوى، ان هي لازم زي ما احنا ما قلنا، لو فيسبوك يبقى مقالي، لو انستجرام تبقى صورة، لو تيك توك يبقى فيديو قصير، لو يوتيوب شورتس هيبقى فيديو بالطول صغنن اقل من دقيقة، لو يوتيوب عادي زي ما انا ما بسجل هيكون فيديو لا يقل عن 8 دقايق بل يزيد. لازم اخد بالي من النقاط دي جدا. لو تويتر او حاجات من اللي هي التغريدات الصغيرة دي، يبقى بتبقى كلمتين ما يزيدوش عن 260 حرف بالكتير، او 280 حرف اقصى حاجة يعني. فنخلي بالنا خلي بالنا جدا من الحتة دي، عشان مبقاش بقى انتهاك ومش انتهاك ومعرفش ايه والكلام ده كله، والبوست بتاعنا اصلا ما يتقبلش ويترفض والكلام ده كله، واحنا في غنى عن كل الحاجات دي. وخلينا ماشيين في الطريق السليم علشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه اكتر واكتر. وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.